أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة. لقاء الغد وليس بعيد، وبعد ظهيرة الغد، وقبل أذان العصر، وعلى أرض ملعب في بلد أخت وشقيقة، ولكنها حافلة بالعواصف، كمثل النادي الذي هبط عليها لمواجهة المريخ السوداني. أشبه حال الزمالك بحال ليبيا الآن، والمباراة على أرض ليبيا، فتحية لأهل ليبيا وشعبها. أما اللقاء المليء بالعواصف غدا فهو لقاء أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة. قالها ويليام شكسبير في هاملت: pay or not to pay, this my problem. بالفعل الزمالك بعد أن حصد جزء كبير جدا نفسي ومعنوي من الفوز على سموحة بثلاثية مقابل هدف، أصبح مطالب بأن يعلن للجميع أنه ليس هذا الفوز وليد الصدفة، وأن الروح التي دبت في عروق لاعبي الزمالك وكبيرهم شيكابالا الذي يتنمر عليه الجهلاء، ناسين متناسين أن السقطة التي وقع في نص ملعب الزمالك وعلى بعد 72 ياردة من مرمى سموحة، وقف بعديها صاحب 37 ربيع وياخد سبرنت في أقل من 28 ثانية يصل بقى إلى مرمى سموحة ويحرز هدف، اللي هو الإنجاز والإعجاز. وتلك السقطة أوقدت هجمة مرتدة قاسية جدا على مرمى الزمالك، لو أحرزت النتيجة تعادل لتعثر الزمالك وتلعثم في المباراة، خصوصا بعد ضربة الجزاء. ولكن الله كافئه على مجهوده وعلى روحه في تلك المباراة بأن يعود كل هذه المسافة وكأن الكرة تنتظره، حتى أتت إليه من النيمار سيد عبد الله ليحرز هدف كان هو أولى به ويحتاجه معه الزمالك كي ينهض سريعا. في لقاء الغد الخطة لابد أن تكون متوازنة، لأول مرة هنأيد الدفاع من أجل الدفاع واللعب على المرتدات. 2 صراع بجد يجرم، ويا ريت يبقى فيه فرصة كبيرة جدا لإبراهيم النضاي، مش يوم مصطفى شلبي، رغم ان انا بطلب له الفرصة. مصطفى كلاسيكي قوي في ادائه، فمحتاجين واحد جراي يجري هجام زي ابراهيم النضاي. لو ابراهيم النضاي وسيف الجزيري لعبوا قدام وتحتهم ارتكاز زيزو، ياخد راحة، يجري يمين يجري شمال براحته. دول 3 خارجين من عندك من اصل 8، منهم حارس مرمى 7. ال7 دول مقفولين ما بين 4 قافلين قلب الظهر، و3 كاتمين نص الملعب. جماعة المريخيين هيلعبهم على الاختراق من العمق كفكر الكرة السودانية دايما، وإذا لعبوا العرضيات هيبقى أسهل لنا بكتير، لأن عبد الشافي يقدر يقابل ومعاه المسلوسي بيقدر يقابل، فهتبقى السهولة. إذا هي مباراة هتعتمد على 3 يجرم، وأعتقد زيزو ونضاي وسيف الدين الجزيري أولى بالحركة دي، و7 مستأثرين دفاعيا. التعادل مكسب للزمالك، الفوز يعود بنا إلى معترك التنافس على النهائي على الصعود، ولكن الهزيمة هي رصاصة رحمة، لأن اللقاء القادم في تونس. تمنيتنا بالتوفيق وسداد لرجالتنا، يروحوا ويقولنا إن شاء الله سالمين غانمين فرحانين ومفرعين معاهم، يرجعوا معاهم الأمل في التخطي وعودة الروح. اعتبروا دي لقاء مباراة الموسم، مباراة الزمالك والمريخ هي مباراة الموسم. هل عودة الزمالك ب3 نقاط الأولى ليه في المجموعة وتعويض خسارته في مصر؟ اعرفوا إن الزمالك عاد، واعرفوا إن الموسم يقبل كافة الحسابات. بالتوفيق لرجالتنا، بالتوفيق للجهاز الفني. عاش الزمالك وعاش حب في قلوبنا. السلام عليكم.